الرحيم. سمعتوا تسلم الايادي؟ ان شاء الله وتسلم مصر باذن الله ان شاء الله. الانتخابات دي ما كانتش هتتعمل للاسف الشديد. الجمعيه العموميه لنادي الزمالك هي صاحبه الكلمه اللي تقول مين يحكم نادي الزمالك. في ناس خربت نادي الزمالك زي ما في واحد خرب مصر، نفس القصه بالظبط. ده قعد سنه خربها وعايز يرجع وقفل الجاكيته وفتح الجاكيته وقال لك الشرعيه وما بعدها موتي. نفس الافندي اللي طلع مع الاخ اسمه اللي انا كنت قعدته فتره في البيت. وعايز اقول لبعض رموز النادي الكبار، عيب ان هذا البني ادم يدخل نادي الزمالك كل يوم بالليل وتتعشوا معاه، لان ده ما بيحبش الزمالك. عيب يا كباري او يا اللي عاملين كبار، عيب. ليه؟ لان هو احنا متابعين الفتره اللي فاتت مجلس منتخب 2009 زور الانتخابات، مش انا اللي قلت، المحكمه قالت الكلام ده. وقبل ما يزور الانتخابات الناس اللي بتقول هبت الزمالك وحب الزمالك ولما يتحل المجلس بتاعنا يقعدوا يرفصوا برجليهم على الارض. طب ليه يا حبيبي؟ يقول لك عشان كمان ده مش جايب التعيين. طب وانت يا بابا جيت ازاي؟ 2021 12 2005 جيت امين صندوق بالتعيين. كان فين هبت الزمالك؟ 9 8 2006 جيت بالتعيين. كان فين هبت الزمالك؟ 9 8 2007 قرار تعيين جديد. انت تعينت 4 مرات. كان فين هبت الزمالك؟ مش انت برضه اللي قلت على النادي ده اعضائه فاكريني ان انا العمده اللي جاي من الفلاحين وجايين يضحكوا عليا ودول مرتشين بسندوتش؟ في ناس لسندوتش هنا بس رجالتك انت بتوعك، انما الاعضاء كلهم محترمين يا حبيبي، محترمين. وبتوع السندوتشات قاعدين بعيد كده دلوقتي 10 12 واحد سامعيني ومكسوفين. ليه؟ مصلحه شخصيه. طول ما قاعد يقول لك ايه وهي يرجع والشرعيه، محمد مرسي بالظبط شرعيه. خلاص؟ انا قلت كلمتين، الانتخابات هتتعمل غصب عن التخين، الطويل والتخين. فسالوني مين التخين؟ ما رضيتش اقول عشان هو رئيس الجمهوريه. فقلت للمذيع قول انت، ما رضيش يقول، فقلت له رئيس الجمهوريه. ليه؟ لان البلد دي فيها قانون. البلد دي فيها قانون. مش ممكن عصابه من 4 و5 سارقين البلد وخايفين يخرجوا وعايزين يخرجوا خروج جمعيه عموميه سواء في الزمالك او ويتكلموا بالتعيين. وبعدين حضرتك عايز تقعد ليه؟ مش تقول لي عايز تقعد ليه؟ عشان ابوكم 47 مليون جنيه في واد شوطه ووقع وقعد يعمل الناس كده. فلوس مين دي؟ فلوسك؟ فلوس ماما؟ فلوس بابا؟ فلوس الاعضاء. واي حد يقول لي اصل بيصرف على النادي، لا ده خرب النادي. فهمهم ان القضيه اللي مرتضى منصور رافعها في المحكمه عشان هو زور الانتخابات، تاني زور الانتخابات، متاثر على الفريق في الملعب. فرحت اتنزلت، وعلى فكره من غير صفقه ولا شفته لغايه دلوقتي ولا كلمته. رحت اتنزلت. حجتك انا اتفضل. لما واحد يبقى واحد قاعد من 2005 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 8 سنين، كل سنه فيها 4 بطولات، دوري وكاس وعربيه وافريقيه، 32 بطوله، وياخد كاس في ال 32. ده مش ضد جيم،
ده ضاد جيم وزفت الطين. انت مش هتشوف؟ عايز ترجع تاني ليه؟ فين فريق السله؟ فين فريق اليد؟ فين الطايره؟ فين التنس؟ فين تنس الطاوله؟ فين السباحه؟ فين الكاراتيه؟ فين الجودو؟ ده انت خرجت النادي. فين؟ مفيش حاجه خالص. عايز ترجع ليه؟ هي فتوانه؟ هي بلطجه؟ انا اتنزلت لك وقلت لن ارفع قضايا على نادي الزمالك تاني. كان بيعيروني بالقضايا. مين اللي رافع دلوقتي 5 6 قضايا؟ هو اللي رفع القضايا. طب انا كنت برفع قضايا عشان بتشتت بجنب نشاطي. يقول لك اصل هو حط الجزمه جنب الكاب بتاع كبير اللي وراه ممثل حسني مبارك. يعني انا كنت ذكر؟ امال زعلانين مني ليه دلوقتي؟ يعني حطيت الجزمه، طب مين كان يجري يحط الجزمه؟ لكن للاسف الشديد رجع. حصل ايه؟ هو واحد معاه مش عارف اسمه، مش فاكر اسمه، راح قايم ضربه بالعكاز وجري وراه. وبعد ما ضربه بالعكاز انا بقول لكم على مسؤوليتي، عمرو الجنايني جاب اللي انضرب اعتذر للي ضارب. الله، ليه؟ ده انت اللي مضروب، ده انت اللي مطرود. ليه؟ عشان يديك فتات بترول؟ عشان الصفقه الصغيره ام مليون ولا 2 مليون يرميها لك تحت جزمته؟ ها؟ وجاي النهارده تدافع عنه وتقول يرجع تاني؟ احنا قلنا الانتخابات هتتعمل. اللي حصل يا جماعه مد الاخ عمرو فاروق لهذا المجلس، عمل له قرار تعيين مجلس الافندي. ليه؟ قال لك عشان عنده بطوله افريقيا. وجه طاهر ابو زيد مد وعمل له مجلس معين تاني عشان يكمل. لما لقى انا شاب عنده 16 سنه قد ولادكم اسمه عمرو حسين يتقتل على باب النادي ودمه يسيل على باب النادي عشان رئيس نادي بلطجي قال قبلها بيوم الولاد دول لو قربوا من البوابه انا هقطع رقبتهم ويموت شاب. انا اقعد اتفرج وكلكم شفتوا الولاد جابوا بقى ابتدوا يجيبوا من العاب ناريه والبلطجيه بتوعه بقى بيضربوا الولاد. ده يبقى نادي وعايز ترجع؟ ازاي؟ انت ولا فندي التابع اللي بتاعك دلدولك؟ ترجعوا ازاي؟ ده في شاب مات، في دم، في بني ادم مات. انما لان في الوقت ده كان محاميه احمد ابو بركه ها؟ ما هو ايام حسني مبارك نناسب بدر القاضي بتاع الدوله، وايام مرسي نجيب مع احمد ابو بركه المحامي بتاعنا. ما احنا يقول لك خدمه مصر في ايه؟ بعد ما شاب عندك ابني او ابنك يموت على بوابه النادي عشان بيحب النادي، وهو كل اللي قال له ايه؟ هو الجمهور جه قال ايه؟ قال له من فضلك ارحم. مفيش حد ضرب بقنبله، ارحم. وسيادتك مش عايز ترحم. وجه يوم قال لك مفيش انتخابات. ليه؟ قال لك ارجع اصل الشرعيه. محمد مرسي بالظبط عايز ارجع. فانا قلت لا مفيش رجوع. كلمني السيد خالد عبد العزيز وحصل حوار بيننا، ثم كلمني السيد رئيس الوزراء وشرحت له الموقف. جبتك يا عبد المعين تقال ليتك عايز تتعامل. العيال بتوعه اللي انا شايفهم بعيد بس شويه كده، بعيد عنك يا حاج